مزارع دينا نزلت ايس كريم جديد باطعم مختلفه زي ما انتم شايفين. انا جبت لكم كل الاطعم تقريبا اللي عندهم ما عدا واحد بس اللي هو اللي بالشوكولاته التقليديه، لاني لقيت شوكولاته بالبندق فجبتها، فقلت دي يعني اكيد هي بس زياده بندق. طبعا البندق احلى. الحجم ده الحجم الصغير، في حجم اكبر منه اللي هو نص كيلو بقى ب 85. الحجم ده عامل 30 وفي ب 35. تعالوا نجربهم بقى سوا واحد واحد ونشوف كانت فكره سديده انه يعمل ايس كريم ولا لا. اعتقد انه المفروض ينجح فيه علشان هو اصلا منتجات البان وكده، فالطعم المفروض يبقى كريمي بكده ومختلف عن اي حاجه تانية. هنبتدي اول حاجه بالفانيليا اللي هو الطعم التقليدي بقى، عشان نشوف الاساس عامل ايه. ده بطعم الفانيليا كريمي ميلك. تعالوا نفتحها ونشوف. هي فيها معلقه جوه المفروض بيتاكل بيها، يعني لو انت في الشارع او حاجه، معلقه صغنونه، بس انا هاكل بالمعلقه بتاعتي معلش بقى اعذرني. تعالوا ندوق. بسم الله. انا كان المفروض اسيبها كنت المفروض اسيبها شويه، بس يلا مش مشكله. فانيليا كريميه، طعمها حلو وسكرها برضو كويس، يعني فيها طعم لبن دسم واضح. هشوف بعد كده دي هاني كامبر. دي بطعم الهاني كامبر. لحظه انا هفتحهم كلهم وبعدين نرجع لكم. انا فتحتهم كلهم، هندوق مع بعض بقى الهاني كامبر. بصوا يا جماعه، لونه مصفر شويه كده من جوه. بسم الله. طعمه عسل. طعمه عسل كراميل.